بسم الله الرحمن الرحيم. معكم معلقكم الرياضي حسام الرفاعي للتعليق على المباراة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي في الدور الثاني بكأس العالم للأندية أمام النادي الأمريكي سياتل ساوندرز. نادي ده أسس عام 2007. أفضل إنجازاته الفوز بالدوري الأمريكي لكرة القدم مرتين، عام 2016 وعام 2019. الفوز ببطولة الكونكاف، بطولة القارة الأمريكا الشمالية، على حساب النادي المكسيكي. أينما كنتم أحييكم. هي مباراة لا تقبل القسم على الأسنان. مستر كولر قال نادي سياتل الأمريكي إن كانت القيمة التسويقية بالنسبة له هو أعلى مننا شوية، احنا قادرين على التحدي وبلغنا النصف النهائي لمباراة الريال مدريد السوبر ستار يا مان. هي مباراة لا تقبل القسم على أسنان، أما أن تكون الليدر وأما أن تكون في الباي باي. الأهلي قادم وبكل قوة، ثالث مرة على التوالي بالنسبة لنادي أفريقي يلعب في بطولة كأس العالم، والمشاركة رقم 8 هو إنجاز وعد الإعجاز مع كولر. الفوز خلال آخر مباريات ب9 أهداف دون تقبل مرماه أي هدف، وهذا يعتبر إنجاز. في المباراة القادمة مباراة سياتل بالنسبة في ملعب تانجل المغربية ستكون معركة نارية في الأطراف من ناحية اليمين وناحية اليسار، ومنتصف الملعب المعركة التي ستكون أصعب المعارك. من يملك نصف الملعب يكون هو الليدر، من يملك الأطراف يكون هو القائد. فأينما كنتم لابد أن يكون النادي الأهلي قادر على التحدي بطريقة 4-1-4-1. كان الأهلي قادر على تحطيم الحصون النيوزيلندية أمام نادي أوكلاند سيتي، ولكن كان النادي متوسط المستوى، ولكن الأهلي قادر على وصول المرحلة الدور الثاني وبلوغ المباراة قبل النهائية. وإن شاء الله نتمنى كل التمنى على الله أن يكون النادي الأهلي قادر على هزيمة نادي ريال مدريد وبلوغ المباراة النهائية أمام النادي الذي سيلعب اليوم الهلال مع الوداد المغربي. مباراة ستكون صعبة. أما المباراة النادي الأهلي يوم السبت إن شاء الله هتلعب الساعة 7:30 بتوقيت مصر إن شاء الله يا شباب، ونتمنى الفوز وكل التمنى على الله أن يكون النادي الأهلي هو السوبر ستار. القيمة التسويقية للسبع أندية لأندية كأس العالم 1,257 مليون يورو. يأتي بالترتيب النادي الملكي ريال مدريد 778 مليون يورو يا مان، 780 مليون يورو. فلومانج البرازيلي 145، سياتل الأمريكي 49، الهلال السعودي 60.4 مليون يورو. أما النادي الأهلي 33.1 مليون يورو، والوداد المغربي 14.5 مليون يورو. أما أوكلاند سيتي 4.5 يمان. مباراة لا تقبل الضعفاء، فإذا كنت ضعيف لن تحصل على أي مكان في ضمن الكبار. النادي الأهلي أفضل ترتيب له وصل مرتين أو 3 مرات، أفضل ترتيب له الثالث عالميا. أتمنى هذا المرة وهذا النسخة بالنسبة للنادي الأهلي بلوغ المباراة النهائية. وفي النهاية أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.